السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ ويوميات ام ادم. اول حاجة كده نصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امر. النهاردة هنعمل معاكم الرقاق الطري بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. جربوه بنفس الطريقة هيطلع طري وجميل جدا زي ما انتوا شايفين كده، طري جدا جدا. معانا هنا المكونات: معانا كيلو دقيق، طبعا نخلته كويس زي ما انتوا شايفين كده، ومعانا نص كيلو لبن رايب كان موجود عندي في التلاجة، وكوباية زيت ممكن تعمليها بسمنة لو حابة. ضفت هنا نص معلقة ملح على سكر، رشة ملح صغيرة. انا ضفت نص كمية اللبن الاول وهقلبه على الدقيق، وهنضيف كمان نص كوباية الزيت وهقلبه برضه. انا هنا بقلبه بالمعلقة، بعد كده انا هعجنه بايديا. هنضيف طبعا نص كمية اللبن متبقية زي ما انتوا شايفين كده، هقلبه. وهنضيف كمان الزيت المتبقي. هنا ضفنا الزيت واللبن وهنعجن فيه جامد. هنا كنت بعجن فيه جامد، هتعجني فيه لمدة ربع ساعة لغاية العجينة بتاعتك ما تلاقيها ما بتلزقش في ايدك. هنا طبعا كنت قعدت اعجن فيه جدا. هو عجينة القرص او الرقاق او العيش لازم تتعجن جامد زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هي العجينة كده خلاص تمام، ما بتلزقش خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنا طبعا هبتدي اقطع فيه بقى زي ما انتوا شايفين كده. قطعته كور زي ما انتوا شايفين كده. حطيت شوية دقيق الاول على الصينية وقطعته زي ما انتوا شايفين كده. وهنا طبعا بديت افرده زي ما انتوا شايفين كده، ببططه كده وهفرده زي ما انتوا شايفين كده. هنعمله كله بنفس الطريقة. هعدلها دلوقتي، هي دي شكلها. هنعمل كمان واحدة كمان معاكم. هنعمل العجينة كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. هندخله الفرن على نار هادية ولا عالية ولا واطية. انا طبعا كنت حاطاه في صينية عشان الفرن كان حامي جدا، كان هيتحرق. وهنا بألف هنا والشفا على قلبكم. طبعا خلصت الكمية بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها كده، ما خدتش وقت ولا مجهود. ما تنسوش اللايك والاشتراك في مطبخ ويوميات ام ادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.